السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. انا هعمل معاكم يا حبايبي قرص بيض اومليت. ان شاء الله باذن الله يعجبكم. انا ولادي قالوا لي ان هم جعانين وكده، فقلت اعمل حاجة خفيفة ليهم. الطريقة دي هتعجبكم اوي ان شاء الله. في قرص البيض بعملها على طول، ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. اكلة خفيفة كده وسريعة، تنفع عشاء او تنفع فطار. انا هعملها لهم دلوقتي ياكلوها يتعشوا بيها. تمام كده يا حبايبي. انا معايا يا حبايبي اول حاجه 3 بيضات، ومعايا معلقه دقيق كبيره، ومعلقه كمون، ومع نص معلقه بيكنج باودر، ومعايا جبنه، اي نوع جبنه عندك في التلاجة. الجبنه بتدي طعم حلو قوي يا حبايبي لل... للبيض. ومعايا حوالي ربع كوبايه لبن هحطها على الدقيق. تمام كده يا حبايبي. انا كده قلت المكونات، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه يا حبايبي هجيب معلقه الدقيق على معلقه الكمون على نص معلقه البيكنج باودر يا حبايبي هتنفش البيض كده وتخليه جميل قوي. واحط حوالي معلقه اللبن كده مش كتير. تمام كده يا حبايبي. واحط عليهم البيض طبعا حسب الكميه، حسب الرغبه، او حسب العدد اللي هياكله يعني. تمام كده. هدمجها حلو بقى، ادمج كل المكونات مع بعض. ولو احتجت يا حبايبي معلقه اللبن، انا حاطه ربع كوبايه لبن، اقل من ربع كمان. واحط الجبنه، انا بحب الجبنه فيها كتير، بتدي طعم حلو قوي، بتدي تست حلوه قوي. ومعلقه الكمون طبعا عشان بتدي ريحه حلوه للبيض، وبتمنع لو في اي زفاره. احط يا حبايبي، انا كده حطيت يعني معلقتين كبار، ربع كوبايه اللبن. تمام كده يا حبايبي. تعالوا بقى يا حبايبي، انا عملتها كويس اهو، خلطت المكونات كلها كويس مع بعض. تعالوا بقى يا حبايبي نروح على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. ان شاء الله باذن الله تعجبكم، ويبقى احلى قرص بيض سهل جدا وجميل واكله سريعه. تعالوا يا حبايبي نروح على البوتاجاز. كده يا حبايبي انا حطيت طاسه على البوتاجاز تيفال، يستحسن يعني تكون تيفال عشان ما تلزقش، وحطيت فيها معلقه زيت وسخنتها. هبدا بقى يا حبايبي ان انا اوزع كده القرص. بسم الله، نزله كله. واول يا حبايبي بقى ما تستوي من تحت هقلب على الوش التاني زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. هقلبها بقى على الوش التاني معاكم. بسم الله، شايفين ما شاء الله. تعالوا بقى يا حبايبي نقدمها سوا. شايفين الوش ده اهو، والوش التاني. كده يا حبايبي هو يكون خلص ما شاء الله، ما خدش في ايدي دقيقتين وكان خلص. حاجه سريعه كده للاولاد لو جعانين في اي وقت. وانتوا عارفين بقى طبعا الشتاء بيجوع طبعا بالذات بالليل، فعملنا حاجه بسيطه كده وخفيفه معاكم. اتمنى بقى يا حبايبي ان هي تعجبكم. ولو عجبتكم بقى يا حبايبي ما تنسوش بقى تقولوا رايكم في التعليقات. هقطع بقى يا حبايبي معاكم حته، شايفين جميله جدا. اقطع معاكم حته بقى كده، بسم الله اوريها لكم. هي يا حبايبي شايفين مش مكتومه خالص، عشان فيها طبعا معلقه البيكنج باودر. شايفين شكلها يا حبايبي عامل ازاي، وطعمها بقى ما اقولكوش حكايه والله. اتمنى يا حبايبي بقى انكم تجربوها. لو الطريقه عجبتكم ما تنسوش بقى تقولوا رايكم في التعليقات يا حبايبي. اللي مش مشترك في القناه يا حبايبي اشترك في القناه عشان يوصل له كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.